إذا كيف ما تبعتوا اليوم كانت الدورة العادية واللي شملها جوج ديال النقاط متعلقة بالتحويلات ونقطة متعلقة بالتوزيع المخصص المالي. اللي يمكن نقول هو أنه كانت دورة متميزة أولا بمستوى النقاش اللي كان واللي عبروا من خلاله المستشارين ديال المعارف على عاداتهم بروح وطنية عالية وإلمام واهتمام بالمشاكل اللي كطرحها الساكنة اللي يطرحها على الساكنة. وكان هناك تفاعل ديال المكتب مع مختلف هذه الأسئلة ديال المنتخبين واللي وهذه هي الروح اللي كيتميز بها المجلس ديال مقاطعة المعارف، روح التعاون، روح التفاهم والاختلاف. ولكن حتى في الاختلاف كيكون هناك اختلاف باحترام، اختلاف في الرؤى ماشي اختلاف في الاشخاص. اذا الحمد لله تمت المصادقه على النقطتين، لا التحويلات ولا المخصص المالي، ب 16 الموافقون وجوج ديال المعارضون. وهذا كيبين بانه الحمد لله مقاطعه المعارف تتميز بالاستقرار، بواحد عمل متطور اللي يحاول انه اليوم كنشوفوا مثلا الاشغال اللي هي كتعرفها مقاطعه المعارف استعدادا للاستحقاق ديال كاس افريقيا، واللي هنا باش نشكروا السيد الوالي ونشكروا السيد العمده على اعتبار انهم جابوا تمكنوا من توفير اعتمادات ماليه استثنائيه خاصه لاعاده هيكله المحيط ديال مركب محمد الخامس. اللي يمكن نشوفوا الاشغال ديال البنيه التحتيه لا فيما يخص شارع بنزران، شارع سقراط، شارع البشير العلاش، الازقه فرات، ابراهيم النخعي، الحدائق الى اخره. وهذا كيبين بانه وكذلك المقاطعه خصها امكانيات ماليه لمواكبه هذه الاصلاحات المهيكله باش نجعلوا ان شاء الله في مقاطعتنا اللي غتكون قبله للوفود الخارجيه للمحبين ديال كره القدم ان شاء الله تكون في مستوى هذا الاستحقاق هذا. يعني اليوم كيف ما تبعتوا يعني كان اشغال ديال الدوره العاديه ديال شهر يونيو، يعني من بين الدورات اللي تنظم يعني القانون التنظيمي ديال الجماعات الترابيه وكذلك المقاطعات بدورهم. اليوم هذه الدوره يعني ناقشات واحد جوج ديال النقاط اللي خاصه تتعلق بالجانب يعني ديال المنحه المرصوده لمجلس المقاطعه وكذلك يعني التحويلات المرصوده ديال سنه 2025. هاد النقاط يعني يتم يعني المصادقه عليهم بالاغلبيه مع امتناع او جوج ديال الاخوان اللي هما يعني كانوا تيعارضوا هاد النقط. وكذلك يعني توج هاد العمل ديال هاد الدوره يعني مجموعه من الملاحظات ومجموعه من المقترحات اللي تنتمنى يعني من المجلس او المكونات ديال المكتب انها تعطيها اولويه وانها تشتغل عليها بشكل يعني استعجالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا بالاخبار الحصريه ديال موقع كازاوي.